بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض شرح أول درس في مادة التاريخ، درسنا بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ملامح الحياة في مصر إبان الحكم العثماني. يعني شكل الحياة في مصر كان عامل إزاي وقت الحكم العثماني. هنتكلم عن الحياة السياسية، هنتكلم عن الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة الفكرية والثقافية. طبعا في البداية لازم نعرف ان العثمانيين حكموا مصر مدة 4 قرون متتالية. 4 قرون متتالية يعني 400 سنة ورا بعض، والعثمانيين بيحكموا مصر. حولوا فيها او حكموا فيها مصر حكما جامدا راقدا، يعني جعلوا مصر ولاية معزولة بعيدة تماما عن المؤثرات الحضارية الحديثة اللي كانت موجودة في أوروبا في ذلك الوقت. طيب الحياة السياسية في مصر كان شكلها عامل ازاي في وقت الحكم العثماني؟ هنلاقي ان العثمانيين وضعوا لمصر نظام للحكم. هذا النظام كان بيتكون من عدة هيئات او عدة ادارات. اول حاجة الوالي، اللي هو كان طبعا بيعتبر نائب للسلطان العثماني في حكم مصر، وكانت مهمته ان هو بيجمع الضرائب من المصريين وبيقوم بارسالها الى السلطان. كمان مهمته ان هو كان بقيادة الجند في الحرب. يبقى الوالي اللي هو كان نائب السلطان العثماني في حكم مصر، كانت مهمته ان هو بيجمع الضرائب من المصريين وبيقوم بارسالها الى السلطان العثماني. كمان مهمته قيادة الجند في الحرب. يبقى اول حاجة الوالي. تاني حاجة كان اللي هو الديوان، اللي كان بيعرف بديوان القاهرة. الديوان ده كان بيتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية والموظفين والعلماء والأعيان، وكان مهمة الديوان ده هو مراقبة الوالي. طيب ثالث حاجة الحامية العثمانية. الحامية العثمانية دي كانت بتتكون من عدة فرق عسكرية، مهمتها حفظ النظام والدفاع عن الولاية. طيب رابع حاجة هي إدارة الأقاليم. طبعا إدارة أقاليم مصر دي أسندت إلى المماليك، طبعا من أجل حفظ التوازن بين الوالي ورؤساء الحامية للبلاد. طيب يبقى احنا عرفنا ان الحياة السياسية في مصر، عرفنا ان العثمانيين وضعوا نظام للحكم وكان بيتكون من عدة هيئات إدارات زي ما قلنا، الوالي، الديوان اللي هو ديوان القاهرة، الحامية العثمانية، إدارة الأقاليم. طيب يا ترى النظام اللي وضعه العثمانيين ده لمصر هل ان هو نجح ولا فشل؟ طبعا النظام اللي وضعه العثمانيين لمصر ده كان نظام فاشل، يعني كان بيحمل في داخله عوامل ضعفه. طيب ايه الاسباب؟ اما يجي هنا ممكن يقول لك سؤال بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في داخله عوامل ضعفه. هنقول بسبب اول حاجة قصر مدة حكم الوالي اللي كان بيحكم مصر. قصر مدة حكم الوالي اللي هي كانت بتتراوح بين سنة الى 3 سنوات. تاني حاجة زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. يبقى السببين دول هم اللي أدوا إلى ضعف نظام الحكم العثماني في مصر. طيب إيه اللي ترتب بقى على ضعف الحكم العثماني لمصر أو ضعف الدولة العثمانية؟ بدأ بقى البكوات اللي هم المماليك إن هم يتطلعوا إلى الانفراد بحكم الأقاليم. طبعا اللي هم كانوا في ذلك الوقت البكوات المماليك كانوا بيحكموا الأقاليم. طيب قاموا بقى بعدة حركات استقلالية، كانوا عايزين يستقلوا بحكم الأقاليم بعيدا عن الدولة العثمانية. من أهم هذه الحركات اللي قام بها المماليك هي حركة علي بيك الكبير. حركة علي بيك الكبير ده طبعا كان بيحكم مصر، حاول ان هو يستقل بحكم مصر، وبالفعل نجح علي بيك الكبير بان هو يستقل في حكم مصر، واصبح الحاكم الفعلي لها عام 1768 ميلاديا. طيب بعد كده لما استقل علي بيك الكبير بحكم مصر قام بالآتي. أول حاجة إن هو تحالف مع الشيخ ظاهر العمر اللي هو كان حاكم جنوب الشام. تاني حاجة قام بإخضاع الحجاز لنفوذه. تالت نقطة قام بإرسال نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو بلاد الشام، واستطاع محمد بيك أبو الدهب اللي هو دخول دمشق، لكن قام محمد بيك أبو الدهب بخيانة علي بيك الكبير،
وقام بالتحالف مع السلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، مقابل ان السلطان العثماني هيدي لمحمد بيك ابو الدهب او هيجعله واليا على مصر. يبقى من اجل خيانة محمد بيك ابو الدهب فشلت حركة علي بيك الكبير، وترتب على ذلك فشل حركة علي بيك الكبير، واعادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم محمد بيك ابو الدهب. طيب لو اتكلمنا عن الحياة الاقتصادية أثناء الحكم العثماني، طبعا حياة اقتصادية يعني هنتكلم عن الزراعة، هنتكلم عن الصناعة، هنتكلم عن التجارة. هنلاقي ان الحياة الاقتصادية تدهورت أثناء الحكم العثماني لمصر. أول حاجة بالنسبة للزراعة هنلاقي ان الدولة العثمانية نظمت نظام كان بيقوم على أساس حق الانتفاع. حق الانتفاع اللي كان بيجعل الأرض الزراعية ملكا للدولة العثمانية اللي كانت ممثلة في السلطان العثماني. كانوا بيتم تكليف الفلاحين بان هي بتقوم بزراعة الارض الزراعية، ولكن ليس لها حق التصرف في الارض الزراعية. يبقى الفلاحين بيقوموا بزراعة الارض الزراعية واللي بينتفع بيها هو السلطان العثماني. طيب مع بقى ضعف الدولة العثمانية، ده كان في منتصف القرن ال17 الميلادي، هنلاقي تم تطبيق نظام بيعرف بنظام الالتزام. نظام الالتزام ده يعني كان بيقصد به جباية الأموال والضرائب المفروضة على الفلاحين المصريين، وكان بيتولى جمعها طبقة من الأثرياء بيطلق عليهم اسم الملتزمين، كانوا بيقوموا بجمع الأموال والضرائب وبيقوموا بإرسالها إلى السلطان العثماني. طبعا ده كان نظام ظالم للفلاحين. طيب تالت حاجة هنلاقي ان تدهورت الزراعة في مصر خلال العصر العثماني، طبعا وتدهور معاها احوال المجتمع الريفي عامة. ده كان بسبب ايه؟ بسبب طبعا كثرة الضرائب اللي كانت مفروضة على الاراضي الزراعية، وطبعا تعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تاني حاجة إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. يبقى هنا يجي بيقول لك مثلا بما تفسر تدهورت الزراعة في مصر خلال العصر العثماني، هنقول بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. تاني نقطة إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. يبقى ده بالنسبة للزراعة. تاني حاجة لو اتكلمنا عن الصناعة هنلاقي طبعا الصناعة طالما ان الزراعة تدهورت يبقى اكيد الصناعة الاخرى تدهورت. يبقى تدهورت الصناعة في مصر خلال الحكم العثماني طبعا بسبب اول حاجة تدهور الزراعة، 2 ارسال امهر الحرفيين والصناع المصريين الى الاستانة اللي هي كانت عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت. لذلك هنلاقي ان الصناعات كلها كانت عبارة عن صناعات يدوية بسيطة، وكانت كمان معظمها صناعات رديئة، لانهم كانوا طبعا بياخدوا امهر الصناع والحرفيين وكانوا بيبعتوهم ل او بيقوموا بارسالهم الى الاستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية. طيب لو بصينا بقى للتجارة هنلاقي طبعا التجارة بتنقسم الى قسمين، تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية هنلاقيها انها كسدت في العصر العثماني، ده طبعا بسبب تدهور الزراعة وتدهور الصناعة وافتقاد الأمن، وطبعا إهمال الطرق البرية والإغارات اللي كان بيقوم بها البدو الصحراء على طبعا القوافل التجارية. كل ده أدى إلى كساد التجارة الداخلية. طيب التجارة الخارجية، طبعا تدهورت التجارة الخارجية بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب، تحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح. كمان منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. كل هذه الأسباب أدت إلى تدهور التجارة. طيب اما يجي يقولك بما تفسر تدهور التجارة الداخلية أثناء الحكم العثماني لمصر، هنقول بسبب أول حاجة طبعا تدهور الزراعة، تدهور الصناعة، افتقاد الأمن، إهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء على القوافل التجارية. طيب بالنسبة للتجارة الخارجية يجي يقول لك برضك بما تفسر تدهور التجارة الخارجية أثناء الحكم العثماني لمصر، هنقول بسبب أول حاجة تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
2 منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. هنتكلم عن الحياة الاجتماعية. لو بصينا للحياة الاجتماعية هنلاقي ان المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني هنلاقي انه انقسم الى فئتين: فئة الحكام وفئة المحكومين. فئة الحكام اللي هي كانت بتتكون من الاتراك والمماليك. الاتراك اللي هم العثمانيين والمماليك كان ليهم كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش. طيب دي أول فئة اللي هي فئة الحكام اللي تكونت من الأتراك اللي هم العثمانيين والمماليك اللي كان ليهم كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش. طيب تاني فئة اللي هي فئة المحكومين اللي انقسمت إلى فئتين: الفئة الأولى اللي هي الطبقة الوسطى اللي هي الطبقة المحدودة اللي كانت بتتكون من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار. دي طبعا كانت طبقة محدودة. طيب الطبقة الثانية اللي هي الطبقة الدانية اللي هي أقل طبقة في المجتمع، اللي هي طبعا بس كان عددهم كثير، يعني هي أقل طبقة في المجتمع لكن عددهم كان كتير، الأكثرية في المجتمع. تكونت طبعا من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس، وطبعا هذه الطبقة كانت بتعاني من الفقر والظلم وتفشي الأمراض والأوبئة. طيب ده بالنسبة للحياة الاجتماعية. طيب يا ترى الحياة الفكرية والثقافية كانت في مصر أثناء الحكم العثماني كان شكلها عامل إزاي؟ هنلاقي إن هي اتسمت في مصر هذه طبعا الحياة الفكرية والثقافية هنلاقيها إنها اتسمت بالجمود والتخلف. ده طبعا كان بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. لما يجي هنا يقولك بما تفسر اتسمت الحياة الثقافية والفكرية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف، هنقول بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على مصر. طيب ترتب على ذلك طبعا ترتب على تدهور الحياة الفكرية والثقافية في مصر، ترتب عليها أول حاجة اهتزاز مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم ولا طبعا العلوم العقلية والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية، لكن كان هناك اهتمام فقط بالعلوم الشرعية. طيب تاني نقطة تدهور الحياة الأدبية. تالت حاجة انتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات في المجتمع طبعا المصري. يبقى أهم النتائج اللي ترتبت على تدهور الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني: أول حاجة اهتزاز مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، ولكن كان هناك اهتمام بالعلوم الشرعية فقط. تاني حاجة طبعا تدهور الحياة الأدبية. تالت نقطة انتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات في المجتمع المصري. كده احنا نكون خلصنا مع بعض شرح الدرس الأولاني في مادة التاريخ مصر بين المماليك والعثمانيين. ان شاء الله نحل مع بعض جميع الأسئلة اللي ممكن تجينا على الدرس الأول. تابعوني، كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.